مساء الخير عليكم. النهارده معانا جهاز جي 4 كور، هنعمل له سوفت وير. تابعوا معانا خطوه بخطوه. متنسوش لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك. اول حاجه هنضغط على زرار الباور، والزرار اللي بيعلي مع بعض. طبعا الجهاز مقفول. زرار الباور والزرار اللي بيعلي مع بعض. تمام. اول ما يفتح معاك القائمه دي هتشيل ايدك، هتنزل بالجهاز اللي بيوطي على وايب داتا فيكتوري ريزت اهي. وايب داتا فيكتوري ريزت، وهتضغط عليها بالباور. بعد كده تنزل الاختيار اللي تحت اللي هو يس. بعد كده تضغط عليه بالباور. بعد كده يطلع لك على قائمة تاني اللي فتحت في الأول. هنضغط على أول حاجة اللي هي ريبوت سيستم ناو، هنضغط عليها بالباور. هيبتدي يشتغل الجهاز. عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم انا هوقف الفيديو لغاية لما يشتغل وهرجع لكم تاني. تمام، رجعنا لكم تاني وابتدى يشتغل. طبعا هو بياخد وقت على الشعار بتاع الشركة لان هو بيحمل النسخة تاني. تيجي بعد كده هتختار من هنا اللغة، هنختار العربية. اختار اللغة العربية. بعد كده هنضغط اوك. بعد كده هنضغط على السهم ده. بعد كده هنضغط التالي. بعد كده هنحدد دول كلهم، دي الموافقة على البنود بتاعة الجهاز. طبعا دي لازم نوافق عليها. بعد كده نضغط موافق. بعد كده التالي. دي هتسيبها فاضية وهي هتتكتب اسم الجهاز. انت لو عايز تكتب اسمك مثلا تمام، مفيش مشكلة. لو سبتها على كده هتلاقي اسم الجهاز اتكتب. بعد كده التالي. هنا بتختار الحماية، احنا مش عايزين حماية، ليس الآن، تخطي على اي حال. نضغط على المزيد، قبول، انهاء. كده يكون اتعمل إعادة ضبط مصنع خارجي أو سوفت وير للجهاز ورجع جديد تماما. متنسوش لو عجبكم الفيديو ورجع عليكم بفايدة تعملوا اشتراك ولايك، ولو حد عنده كومنت يسيبهم تحت. سلام.